يا اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. تخيل لو قلتلك ان الموبايل اللي في ايدك دوت او اللابتوب اللي بتشوفني منه هو عبارة عن منجم صغير وانت مش واخد بالك. بس يا ترى ايه هو السر اللي يخلي جهازك يحفر ويطلع ذهب رقمي؟ وايه هو الشرط الوحيد اللي عشان العملية دي تنجح وما تخسركش فلوسك اكتر ما تكسبك؟ السؤال دوت اجابته صادمة شوية وهقولك عليها في اخر الفيديو، فركز معايا دقيقة دقيقة. النهاردة هنتكلم عن التكنولوجيا اللي غيرت شكل يومنا. تطبيقات في حياتنا ما بقتش رفاهية، دي بقت هي الحياة نفسها. تطبيق بيصحيك من النوم، تطبيق بيحسب لك خطواتك، تطبيق بيوصلك الشغل، تطبيق بيظبط لك اكلك. الفكرة مش في كترة التطبيقات، الفكرة في التوظيف. ازاي تحول التطبيق من ايقونة بتسحب باقة النت لإدارة بتضيف قيمة، سواء القيمة دي وقت او صحة او حتى فلوس. وعشان كده تطبيقنا النهاردة واحد من التطبيقات اللي بتلعب في منطقة الفلوس والاستثمار الرقمي، وهو كريبتو تاب فارم برو. كريبتو تاب فارم برو تطبيق محمله مليون مستخدم، تقييماته مرتفعة جدا. باختصار شديد التطبيق ده بيسمح لك انك تبني مزرعة تعدين للعملات الرقمية، تحديدا البيتكوين، وتديرها بالكامل من موبايلك. خد بالك هنا التطبيق ده مش هو اللي بيعدم بنفسه في المقام الأول، هو المدير. يعني وظيفته الأساسية إنه يربط أجهزة الكمبيوتر بتاعتك أو حتى موبايلات تانية ويخليهم يشتغلوا كعمال يحفروا في العملات الرقمية، وانت قاعد باشا بتراقب الإنتاج والسرعة وتجمع الأرباح في مكان واحد. طب نستخدمه ازاي بشكل صحيح؟ أول حاجة لازم تكون فاهم إنك محتاج عتاد أو هاردوير، يعني جهاز كمبيوتر قوي او اجهزة تعدين متخصصة. بتنزل التطبيق على موبايلك عشان لوحة التحكم، وبعدين بتنزل نسخة ووركر على الكمبيوتر بتاعك، وعن طريق مسح كيو ار كود بتربط الكمبيوتر بالموبايل. الصح هنا انك تستخدم الجدولة اللي في التطبيق وتظبط الأجهزة تشتغل في الأوقات اللي انت مش بتستخدمه فيها، أو الأوقات اللي الكهرباء فيها مستقرة، عشان ما تستهلكش أجهزتك على الفاضي. مميزات التطبيق ده إن واجهته سهلة جدا ومش محتاجة خبير برمجة، وبيديك تحكم كامل عن بعد. يعني ممكن تكون في النادي وتشوف جهاز الكمبيوتر في البيت وحرارته كام وبينتج قد ايه وتعمل له ريستارت كمان. كمان نسخة البرو بتديك إمكانية أكتر، زي سحب الأرباح بدون عمولة، أحيانا بتوصيل عدد أجهزة أكبر. بس الحلو ما يكملش. عشان نكون صراحة مع بعض، التطبيق ده ليه عيوب. أول وأكبر عيب هو تكلفة الاشتراك في النسخة البرو بفلوس، وممكن تلاقي نفسك بتدفع اشتراك شهري أغلى من قيمة البيتكوين اللي عدنته أصلا لو أجهزتك ضعيفة. تاني حاجة استهلاك البطارية والكهرباء، والأجهزة اللي شغالة بيكون عالي جدا، وده بيقلل من صافي الربح. لو جينا نبص على آراء المستخدمين في بلاي ستور هنلاقي الناس مقسومة نصين. النص الأول مبسوط جدا في الواجهة الشيك والتحكم عن بعد، والنص التاني والأغلبية، وده الأغلبية، بيشتكي من مشاكل في السحب، وإن الحد الأدنى للسحب بيتغير، أو إن الدعم الفني مش بيرد بسرعة. وبعدهم شايف إن الأرباح قلت جدا مقارنة بسعر الاشتراك، لدرجة إن في ناس وصفت الموضوع إنه تضييع وقت لو ما عندكش مزرعة أجهزة حقيقية وقوية. طب لو التطبيق ده مش مناسب ليك، إيه البدايل؟ لو انت عندك كارت شاشة قوي وعايز تعدين وتدير دنيتك، منصة نايس هيس تعتبر بديل قوي جدا واكثر احترافية ومصداقية عند ناس كتير. وفي كمان بايننس بول لو عايز تعدين وتربطه بمحفظتك مباشرة بدون وسيط، تطبيق خارجي ياخد نسبة كبيرة. وتطبيق هيفو اوس لو انت محترف وعندك ريجات تعدين وعايز إدارة حقيقية. نيجي بقى لإجابة السؤال اللي سألته لك في الأول: ايه هو السر والشرط الوحيد عشان جهازك يتحول لماكينة فلوس وما تخسرش؟ السر يا سيدي هو حساب تكلفة الكهرباء مقابل الربح. لو كلمة السر دي مش في بالك، يبقى انت بتحرق جهازك وتدفع كهرباء اكتر من الدولارات اللي بتجيلك. التطبيقات دي ادوات، والاداة عشان تكسبك لازم تكون فاهم اقتصادياتها، مش بس بتدوس ستارت. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة، وما تنسوش اللايك الجميل عشان بيفرق جدا، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد عن اسرار التطبيقات. سلام.